اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج جبار ومنتج عمل جدا، حاجه شكلها شياكه قوي. ام 41 حاجه خرافه كده. الحمد لله قدرت اجيب المنتج ده بالشكل الجميل ده. انا شكلها بصراحه يعني مبهر قوي. ملمس البوكس بتاعها هفتحها دلوقتي تشوفوها عامله ازاي. اول حاجه هي اسمها ام 41. الاصدار بتاع البلوتوث بتاعها 5.3 دي الموجات اللي تقدر تشتغل عليها. المسافه بيقولك ان هي بتبقى 10 متر. بتشحن في ساعتين بس، تشتغل معاك 280 ساعه. او الساوند بوي بتاعها يعني مش هتشغل لك ميوزك طبعا 280 ساعه. المفروض ان هي تشغل ميوزك 5 ساعات. 5 فولت انبوت، اللي هو الشحن بتاع 5، اللي هو الشحن العاديه بتاعت الموبايلات. والاوت بوت ده معناها كده ان هي فيها باور بانك تقدر تشحن بيه الموبايل بتاعك. ده الاسم بتاعها. تمام، هنفتحها دلوقتي مع بعض ونشوفها عامله ازاي. طبعا هي تاتش بالصباع عادي. بتقول لك ان هي البطاريه بتاعتها وقت طويل. عمرها الافتراضي طويل. تمام، وفي عزل لمايك الصوت. هنفتحها دلوقتي مع بعض. منظر البوكس بتاعها جميل جدا وشياكة، وتحس ان هو كده ملمس معدني. ودي السماعات بتاعتها طبعا حجمها صغير قوي. ويبقى معاها الكيس ده فيه وصلة الشحن وغيارات للقطعة الأمامية دي. ده منظر البوكس. بصراحة شكله شيك جدا، تحس ان هو كده يعني آه ملمس معدني، وتحس ان هو حاجه كده عسكريه، حاجه قيمه، حاجه غريبه قوي. الحجم بتاعه يعني يعتبر معقول، ممكن تشيلها في جيبك مفيش اي مشاكل. ده كده منظره واضح ان دي بتنور، لان في هنا حاجات للشحن، وهنا في بطاريه داخليه. اعتقد ان دي بتلمس هنا كده عشان خاطر يشتغل اهو. اشتغل اهو، بيطلع اضواء من كل حته. القطعه دي منوره الله، وبيغير لونه كمان. انا هطفي النور دلوقتي وتشوفوها اضاءتها عامله ازاي. كده انا طفيت النور عشان خاطر الاضاءه توضح شويه اهو. كده واضحه جدا. بينور غير اضواءه بشكل مستمر. لما بفتح كده بيطفي اضاءة، وكده لما بقفل بيرجع الاضاءة تشتغل من تاني. هنا في مدخل تايب سي للشحن، وهنا مخرج اليو اس بي. تمام، عايزين نعمل بقى الكونكت دلوقتي ونشوفه. هنا في شاشة اكيد هتشتغل اول ما نركب السماعات. لا، انا ركبت السماعات غلط. كده تمام. ادي الشاشة كده لما اشتغلت بتوضح لك البوكس كام في المية، والفردة اليمين والفردة الشمال كام في المية. طبعا هو الغطا بتاعها مغناطيسي، بيقفل جامد، ما بيفتحش بسهولة. تمام، هنبدأ نعمل كونكت بقى دلوقتي ونشوف صوتها عامل ازاي. اول حاجة بنفتح البلوتوث. هنعمل سيرش ونشوفها اسمها ايه. بس طبعا لازم نطلعها من البوكس عشان نعمل السيرش. بص، ظهر عندي هنا سماعة تي دبليو اس. هنعمل كونكت كده بيها. كده المفروض ان هو عمل كونكت خلاص. هنفتح بقى اي مقطع صوتي كده ونسمع. طبعا التاتش بتاعها لما بلمس كده بيوقف، هو ملمس لمسة تانية بيشغل. ونفس الكلام الناحية التانية، لما بلبس لمسة واحدة كده اهو عمل تشغيل، لما بلمس لمسة تانية بيوقف. وبرضه الفردة دي نفس الكلام،
لما المس لمسة برضو في المكالمات، لما بتلمس وبتقفل بيرد على المكالمة او بيقفل المكالمة. طيب لو لمست لمسين فوق بعض، المفروض ان هو بيجيب اللي بعديها، وهنا كده يجيب اللي قبليها واللي قبليها تاني، زي ما انت شايف كده بيقلب معايا. تمام. طيب 3 لمسات في بعض الموبايلات بيعلي الصوت او بيوطيها، هنجرب كده ونشوفها. هو هنا ما عملش حاجة، لكن في بعض الموبايلات التانية لما بعمل كده بيعلي الصوت او بيوطي الصوت. كده لمسين بيقلب واللمسين ناحية تانية بيرجع. واخد بالك معايا؟ طيب 3 لمسات نجربها مرة كمان. لا، ما عملش اي حاجة خالص. طيب هقرب السماعة من مايك الكاميرا وتسمعوا صوت خارج من السماعة عامل ازاي. كده انا مقرب المايك جدا من مايك الكاميرا عشان خاطر تاخد بالك من جودة الصوت. صوتها جميل جدا وحجمها مناسب للودان قوي، يعني بص الحجم عامل ازاي، تقريبا قد العقلة. نجرب كده نسمع عليها ميوزك ونشوف جودة الصوت برضو عاملة ازاي وطبقات الصوت عاملة ازاي. هعليلكوا الصوت شوية برضو، دي كده اعلى حاجة. انا واخد بالي ان جودة الصوت كويسة ومعقولة، ودرجة الصوت حلوة قوي وطبقات الصوت كلها واضحة. يعني من اجمل السماعات اللي شفتها، شكلها انسيابي جدا وجميل. ولما بحط السماعة في البوكس بتاعها طبعا هيلغي الكونكت على طول. قفل هنا الكونكت عندي، واول ما اطلعها اعمل كونكت على طول بالموبايل. بص سرعة التوصيل، خد بالك كده هنا عمل الكونكت خلاص. تمام. طب في اسئله كتيره قوي اتسالتها، قال لي ازاي اقفل السماعه وهي بره البوكس. لو انت فضلت دايس كده هيعمل شت داون، وانا هسمع الناحيه التانية هيقولك نوت فصل الفردة دي كده خلاص. هفصل الفردة التانية، عمل اوف وفصل هنا عندي الكونكت في الموبايل. يبقى انا اطفيها ازاي؟ عشان السؤال ده اتسالته كتير قوي. لما افضل دايس كده باستمرار بتقفل، هفضل دايس كده باستمرار، فتح وهيقوم عامل ايه؟ كونكت على طول بالموبايل. كده انا فاتح فردة وقافل فردة، فاهمني؟ كده قفل اهو، عمل كونكت خلاص بالموبايل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، وبقى اكتب لي في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني. وشكرا.